في الفيديو ده هعلمك ازاي تعملي فوليوم للشفايف صح من غير ما تبقى عريضة قوي وتكبر منك. اول حاجة هتجيبي ليب لاينر يكون لونه في البنيات، وهنرسم 7 كده بصة لجوه. ال7 دي جوه شفتي، يعني انا ماشية على خط شفايفي بالظبط. تمام كده، نفس الكلام الناحية التانية. هبدأ بقى اوفر لاين شوية في النص هنا. شايفين الوايت لاين ده؟ هو ده اللي انا همشي عليه، مش بطلع اكتر من كده عشان المنظر ما يبقاش فيك. شايفين الوايت لاين ده اللي انا بعملاه؟ ومن تحت برضه نفس الكلام هعمل كده، وهرسم بره الشفه بالظبط، على حدود الشفه بس من بره سيكه، يعني نص القلم على شفتي ونصه على الجلد. وبعدين حطي الروج بتاعك عادي بقى. شايفين شكل الشفايف بقى عامل ازاي؟ ممكن تكتفي بكده، وممكن لو محتاجة فوليوم اكتر تاخدي كونسيلر فاتح وتطبطبيه في النص هنا. شفتوا الفرق؟ تحسوا ان الشفايف امتلت. ممكن تكتفي بكده، وممكن تعملي كمان اخر حاجة انك لو حابة تحطي جلاس، تمام، لان الجلاس برضو بيدي احساس ان الشفايف مليانة كده. بس كده خلصنا. يا رب تكوني استفدتي. وعايزه اقول لكم على حاجه، الاي لوك والميك اب ده عموما هتلاقوه في فيديو مفصل على اليوتيوب، وهنزل لكم برضو على التيك توك كده حاجات سريعه علشان ما تزهقوش. بحبكم قوي.